السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعه لكم بعد غياب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. راجعين بقى بوصفة سمك، حاجة كده ميكس جامد ما بين الزيت والليمون اللي احنا بنجيبه من بره، وما بين صينية السمك من غير تسبيك. حاجة كده تحفة، والسمكة طالعة دايبة وجوسي، وحاجة كده خطيرة، مش ناشفة زي ما انتم شايفين. السمكية دايبة دوب معايا، وفي نفس الوقت مش اللي هي الطرية المايعة دي. معانا 3 سمكات منضفاهم من الزعانف بتاعتهم والقشر ومفتحاهم زي ما انتم شايفين. ومعانا هنا ملح وكركم، بهارات سمك، كمون، شطة أو بابريكا زي ما انت حابة. معانا هنا الخضار لكل سمكية: بصلاية متوسطة وطماطماية متوسطة، وكمية الليمون بقى زي ما انت عايزة، لأن هي زيت وليمون. أنا معايا هنا 5 ليمونات حلوين كده. لو الليمون بتاعك صغير استخدمي 7 ليمونات ولا حاجة، لو كبير كفاية 3. ومعانا هنا بقى اختياري قرون شطة أنا مقطعاها كده. حاجة يعني التتبيلة طالعة، مش عايزة أوصفلك، خرافة صراحة. من أحلى الطرق اللي أنا عملت بيها تتبيلات السمك، الزيت والليمون. حاجة كده خيال، مفيش أحلى من كده. تحفة تحفة. يعني أنا عملتها بطرق كتير، دي أكتر طريقة لقيتها قريبة جدا من اللي احنا بنجيبه من بره، وفي نفس الوقت ميكس كده ما بين الزيت والليمون وتحتها البصل والطماطم كده. مفيش ألذ ولا أحلى من كده، سهلة جدا وما بتاخدش وقت جدا. يعني للأيام الحر والصيف اللي احنا فيها وما عدناش عايزين وقفة كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت نطلع حاجة حلوة وحاجة كويسة وحاجة مفيدة. مفيش أحلى من كده. كده انا عصرت الليمون بتاعي، البهارات بتاعتي، والطبق عندي كان فيه كمية الزيت اللي انا حباها. وجبت الصاج بتاعي، حطيت عليه ورق فويل. بقى احط شوية من التتبيلة الاول فيه، لان انا عايزة الخضار بتاعي او البصل والطماطم بتاعتي اللي انا احطهم فرشة تحت يبقوا شاربين كده من التتبيلة. انا كنت بعملها الاول من غير البصل والطماطم ده، بس لما عملت الفرشة دي يعني لقيتها خطيرة صراحة. انتوا بتسيبوا السمك وبتاكلوا البصل والطماطم ده. بعمل ميكس كويس جدا ما بين الخلطة اللي انا عملتها، وامسك الخليط او التوابل والزيت بتاعتي، ادخلها كويس جدا في الفتحات دي، وادلك السمكة كويس جدا بالبهارات بتاعتي والزيت، عشان عايزاها اللحم نفسه شارب من البهارات والتتبيلة بتاعتي، وفي نفس الوقت السمكة تاخد لون معايا في الفرن من التتبيلة والزيت بتاعي ده. صراحة تتبيلة سمك تمشي على كل حاجة، صراحة خطيرة. انا هنا دي الزيت والليمون اللي احنا بنجيبها من بره طبعا بمبلغ النهارده ما شاء الله. بس يعني هنعمل لها فرشة طماطم وبصل، مفيش احلى ولا اجمد من كده. كده هدخلها الفرن، شوفي اللون، شوفي المنظر، حاجة كده تحفة ما شاء الله. مفيش احلى من كده. السمكة دايبة دوب، في نفس الوقت شايفة معايا ماسكة نفسها، مش بتتهري مني وانا بشيلها. البصل والطماطم ده بقى في حتة تانية جدا. انا عاملة جنبها رز بالكركم. عايزة تعملي رز صيادية، عايزة تعملي رز ابيض مع سلطة خضراء او سلطة طحينة، متاح عندك كل الاوبشن، مع خبز شامي متاح عندك كل حاجة. شوفي معايا السمكة دايبة دوب ازاي، وفي نفس الوقت مش بتتهري مني وانا بقطعها، تطلع معايا متماسكة قطعة واحدة. مفيش احلى ولا اجمد من كده. بجد كان طعمها في حتة تانية خالص، خصوصا البصل والطماطم شارب من التتبيلة كويس جدا، وشارب من السمك. حاجة تحفة. ممكن تعمليها لولادك وتعمليها لضيوفك لو عزومة سمك، حاجة كده خيال. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة.